ورحمة الله وبركاته. شباب، اليوم قمت الصباح وكنت صراحة متألم جدا في صدري، ما كنت أقدر أتنفس، وأنا عندي يعني قناعة تامة بأن أفضل مستشفى اللجوء إليه بعد الله وتوفيقه حقيقة تجد كل الأدوية فيه، تجد كل الأمراض يعالجها بدون استثناء، سواء روحية أو عضوية أو أي شيء، بدون استثناء. هذا المستشفى ليس فيه دكاترة، ليس فيه صيدليات، ليس فيه أي شيء، مجرد أن أنت يعني تهم بالقيام بعمل معين للذهاب لهذا المستشفى أو لزيارة هذا المستشفى، يعني الحمد لله يشفيك الله بإذن الله. فقمت اليوم ما كنت أقدر أتنفس، فيعني كعادتي قلت ما في إلا أني أقوم بمستشفى الصدقة. حقيقة هذا المستشفى الذي يعني من يقوم أو يزور هذا المستشفى بإذن الله أنه لن يرجع يعني خالي الوفاض. فالحمد لله أخذت لي 40 حبة سنتوب مع 40 حبة لوزين مع كرتون موية مزن فيها تقريبا 48 حبة، كل المجموع كان كلفني 95 ريال. فاتجهت طبعا لأقرب بر، فيه زراب، فيه خيام، فيه عمال قريب. لا تحس انك تتعب في هذا الموضوع، بالعكس بتلقى الناس. الحمد لله الساعة تقريبا 2:30 الظهر، الحرارة يعني قربت من 40. فتخيلوا أن توزع هذا الشيء لهذا الناس، والله العظيم تشعر بشيء جميل في داخلك، غير أنك تحس بالشفاء، تحس بشفائك من المشكلة اللي أنت فيها. فالحمد لله والله من أول شخص أعطيته بديت أشعر بالراحة، بديت أشعر بزوال هم المرض وألم المرض. اللهم لك الحمد. أسأل الله أن يرزق من نشر وأعان على نشر هذا المقطع الجنة بإذن الله بلا حساب، وأن يزيل كل همه، وأن يرزقه في الدنيا بغير حساب يا رب العالمين.